ليه العالم كله مستني افتتاح المتحف المصري الجديد؟ وليه في أكتر من 400 قناة فضائية طلبت تصوير الحدث ده؟ احنا هنا بنتكلم عن أكبر متحف في العالم اللي هيضم 100 ألف قطعة أثرية، واللي حجمه بيكاد يقترب من 7 أضعاف حجم متحف اللوفر اللي بيعتبر الأشهر على مستوى العالم. ال 100 ألف قطعة أثرية لو محتاج إنك تبص على كل قطعة أثرية لمدة 5 ثواني فأنت محتاج 5 أيام حرفيا علشان تخلص القطع ديت. كمان المتحف هيكون فيه عروض تفاعلية بتبين لك إزاي تم بناء الأهرامات وإزاي الملوك دول كانوا عايشين، وغيرها من العروض اللي هتكون مبهرة جدا واللي هتربط الماضي بالحاضر. اللي ما يعرفش منكم، في المتحف كده كان شغال الفترة اللي فاتت بشكل تجريبي، لكن كان في بعض الصالات او قاعات العرض اللي ما كانتش شغاله، وكانوا مستنيين بس افتتاح المتحف المصري الجديد علشان يتم فتحها للناس. ومن اهم القاعات والاماكن ديت هي المكان اللي هيكون فيه كنوز توت والمراكب وغيرها من القطع الاثريه اللي هيتم الاعلان عنها لاول مره في التاريخ. الموضوع مش بس واقف على هنا، احنا بنتكلم عن متحف بيعتبر جزء لا يتجزا من الاهرامات. هتبقى واقف بتتفرج على كل القطع الاثريه ديت وفي ظهرك الاهرامات. بنتكلم عن احساس تاني خالص، وفرصه كبيره لاي حد ان يزور هناك ان يتصور داخل المتحف ومع الاهرامات في نفس الوقت. بيقال ان الافتتاح هيكون مبهر جدا. طبعا اللي شاف منكم افتتاح متحف الحضارات واللي طبعا كان متخصص في مختلف الحضارات المصريه، كان العرض قد ايه مبهر. الافتتاح اللي هيدينا تخيل افتتاح المتحف المصري هيكون زيه ولا احلى منه. انا شخصيا متشجع اشوف الافتتاح هيكون عامل ازاي، وبعدها بكام يوم ان شاء الله هنحاول نصور لكم حلقه كالعاده من هناك، هتكون بروفيشنال جدا. يمكن كالعاده تشوفوا مستوى احترافي تاني خالص للحلقه ديت، ممكن ما كنتش شفتوه في اي مكان تاني خالص غير عندنا.